السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحاجم المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خاصه المتتبعين قناه بشير العمراني، كنقول لكم مرحبا بكم. نتوما عارفين اخوتي، واحد التحيه كنرحب بالمتتبعين ديالي الجدد، تا هما كنقول لهم مرحبا بكم للقناه ديالكم. نتوما عارفين اخوتي، واحد التحيه لجميع المغاربه العالم، فين ما كان شي مغربي انا كنحييه، وخاصة الجالية ديالنا المقيمة في الدول الأوروبية وبعض الدول كالدول اسكندنافيا، كندا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الدول العربية بما فيهم الشعب الجزائري الأصيل الحر. وانتم عارفين، واحد التحية خوتي لجميع المتتبعين ديالك، داك التعارض اللي كان طيب حقنا، راه كل واحد باسمها وكل واحد اسمه مشكورين وعزاز. وانتوما والله العظيم نتوما اللي كتفرحوني، نتوما اللي كتشجعوني، نتوما اللي كتخلوني كتبر ما نقول، يعني نقول لكم شكرا وشكرا بزاف. اليوم اخوتي غنعاود واحد القصه اللي هي عندها العلاقه عاوتاني بهاد المواضيع ديالنا، ولكن هاد القصه هادي اللي هي مؤثره مثيره بزاف، لان كترجع الحثيات ديالنا بين الماضي والحاضر، وعاد فيها بزاف ديال الدرايم وبزاف ديال الامور اللي هي جد خطيره وخطيره جدا، وكيرجع التفاصيل ديالها من السبعينات الى يومنا، الى التاريخ هذا اللي كنهضروا فيه دابا هنايا. ولكن قبل ما ندخلوا في تفاصيل القصه هذه، بحال دائما لا عجبتكم شي حاجه ما تبخلوش يعملوا ابوني وتفعلوا الاشتراك، ويوصلكم ديما الجديد، ويعملوا لايك وجوجموا وبارطاجيو وتفرجوا القصه الاخر. هاد القصه هذه كنتكلم على شي امور اللي كانت خطيره جدا، هي بين هي داكشي ماضي والحاضر بحال داكشي كان في الماضي، ولكن حتى في الحاضر كيخسر ربما بطريقه او باخرى. واحد الشخص كان معروف مسمي با مختار، كان مسميه مختار، وهذا الشخص هذا كان كيخدم، يعني كان مقيم في اسبانيا في مالاغا، كيشتغل في مالاغا، ومجوج وعنده بنو صغير. ولكن كانت عنده العلاقه مع واحد الشخص هنا في طنجه، كان صرايفي كيصرف الفلوس هنا في بلايا وفي سوق الداخل، وكان معروف الشخص هذا بلا ما نسميه، وكان صرايفي وصرايفي كبير. هاد الصرايفي هذا كانت عنده العلاقه مع بعض الاشخاص اللي هما حاشي رجلهم في الدوله، اللي هما هاد الناس هادو انا ما امور عاديه، كاين منهم برلمانيين، كاين منهم الناس ديال الاحزاب، وكاين الناس منهم كانوا في الوزاره في السبعينات والثمانينات، وكان كيتعامل مع الشخص هذا، كيتعامل معاهم كيف كيتعامل معاهم. وخاصه كان كيجي عنده واحد الشخص اللي كان شوفير شي واحد ربما شي برلماني او شي وزير الله اعلم. المهم هاد الشخص هذا سائق كيسوق بشي واحد من الهيئه السياسيه، وعاد كان كيجي عند الصريفي هذا طنجة باش كيصرف عنده شي ديال الفلوس، كيجيب له كميه كبيره ديال الفلوس يعني الدرهم، وهاد الصريفي كيردوا له دوفيز، يعني في ديك الوقت هذا كيردوا له فرانك فرنسيس ولا فرانك بلجيك وبسيطه ومارك والخلده. المهم كيخلط من الفاكهات ديال العمله الصعبه الاوروبيه مقابل ديك الاموال اللي كتجي درهم. وهاد الفلوس اللي كيجيبهم درهمات الشخص هذا اللي هو شوفير وهي سائق، وفي نفس الوقت برانطو ديال الباترون ديالو، مع من الشخص اللي كيخدم عنده كيسوق به. هاد الاموال كامله الاموال كتسرق من الصندوق ديال الدوله، المال العام. هاد الناس صحاب المسؤولين اللي هما عندهم مسؤوليه، وخاصه كيكونوا رؤساء الجماعه والبرلمانيين وفي الوزاره وكذا الامور. هادشي هذا الميزانيه الدوله اللي كتجي باش يقوم شي عمل بها في امور ديالو، كيسرقوا المال العام وكيحولوه دوفيز وكيهروه لاوروبا. وكان الشخص هذا كيتعامل مع هاد السمسار، يعني مع هاد البزنس هذا، يعني هاد الصريفي كيجي عنده بزاف ديال الاشخاص. انا هضرت على الشخص هذا الشوفير، اما منه عدد، انا خصها هذا الشوفير كان اي نموذج. وهذا الصريفي هذا كان مشهور كيتعامل مع هاد الناس هادو، كيجيبوا له الفلوس وكيردهم دوفيز. وفي نفس الوقت هاد الشخص هذا اللي هو الصريفي كيعرف واحد الشخص سميتو مختار مقيم بمالاغا، كيخدم مالاغا يعني في اسبانيا. وهاد الشخص هذا اللي سميتو مختار اللي مقيم في مالاغا كان عنده اليد مع هاد الصريفي هذا، كيهرب الفلوس العمله الصعبه لاوروبا. دابا هاد الناس هاد اللي كانوا خدامين وصاروا المسؤوليه في هاد الدوله هادي، كيسرقوا المال العام، كيجيو من طنجة على هاد البزنس هذا ولا هاد الصريفي
كيحول لهم ديك الدرهم الدوفيز، وهذا المختار هو اللي كيقوم بالعملية تهريب الأموال إلى أوروبا. شو لا مافيا هادي إصابة جد خطيرة، ولا بحسنا فهادشي هذا عاد هادشي اللي دابا راه كاين. أنا منقولش كان في الماضي، كان في الماضي وربما حتى دابا راه كاين. المهم هاد الشخص هاد المختار هذا كان كيعطيو هاديك الكمية ديال الفلوس، شحال ما كانت ربما مقدار كبير كدا، واللي كان مهم هو مقيت كيوصل ديك العملة حتى لإسبانيا. هو كيطلع على جبطار، من جبطار عاد كيدخل مالاغا، عاد كيطلع اسبانيا، وفي اسبانيا كيتلقاه تما شي شخص اخر اللي كيسلم له ديك الاموال، وكيمشي ياخذ براسو. هو هي الخدمه ديالو، السمسار كيصرف وكيتعامل مع هذا المخسر، والمخسر كيوصل الاموال حتى المالاغا وكيسلمها من بعد المافيا اخرين، بعد عصابات اخرين، بعد فسات اللي مشيتي. المهم هذه هي المهمه. واحد المره كانت واحد الكميه كبيره ديال الفلوس اللي جات لنا هنا عندها تصريفي وصرفها وردها دوفيز، وفي نفس الوقت كان ديك الفلوس خصهم يطلعوا لاوروبا. عيطوا للمختار وتكلف فيها المختار وطلعها لاوروبا، يعني المالاغا باش يسلمها للمافيا اخرى اللي تما. المختار كيطلع نجم الطار عاد كيوصل لاسبانيا، كيبدا منين من طنجة في لانشا كيمشي نجم الطار، من جبل الطار عاد كيركب المالاغا. ملي كان في جبل الطار في اوتيل ولا ربما ولا شي دار عندو تما ولا ما نعرف، قالك يا ودي ما عرف شكون اللي هجم عليه وعملوا له شي حاجه عليه في المناخر ديالو وشموه شي حاجه وغاب دخ. ملي دخ داو ديك الاموال اللي كانت عندو وخلاوها تما ومشاو بحالهم. ملي فطن كيجبر فلوس والو، وشكون اللي عملوا داك الشيء هذاك ما شاف حتى شي واحد، وما خلطوا عليه يعني شرطوه بالجري غطاولو عملوا شي زيف على المناخر ديالو وشموا شي حاجه اللي كتدوخ وطاح. وشكون اللي داو ديك الفلوس شكون كيفاش ما نعرف. بقى في ديك الطار مدوخ شنو عاد يعمل؟ واش يمشي لمالاغا واش يرجع لطنجة؟ شحال يعمل؟ عاد يرجع لطنجة. عندك السمسار يعني عندك بزنس اللي كيقولوا عندك الصرايفي، قال له يا ودي انا اللي وقع اللي وقع. الصرايفي قال له انا ما كنعرفكش، الامور خطيره، هذوك الناس اللي في اوروبا راه مافيا كبيره وخطيره جدا، وهاد الناس اللي هما اللي كيتعاملوا معنا هنا في المغرب راه اخطر من الناس اللي في اوروبا. دابا دبر محينك، وانا حتى شي دخله ولا كنتي عندك شي حاجه بعقلك عملتيها راه ما تصلح لك شي هادشي اللي عملتي. انا والله ما عملت، ما عرفتش. قالو دبر محينك. بقى مرون بن مختار شني غادي يعمل؟ غادي يطلع عاوتاني اسبانيا لمالاغا باش يتلاقى ديك الناس اللي كيتسناوها تما، وعارفين ديك الناس تعطل عليهم راهم كيعيطوا ربما ولا شي حاجه. المهم مشى عندهم عاوتاني لمالاغا، وهو المشكل ديالو عنده المرا ديالو بنو في مالاغا، لان هو ساكن في مالاغا وكيخدم في اسبانيا، ومهم كيخربق امور فيه كلشي. مشى عندك الناس مالاغا قال لهم يا ودي انا اللي وقع لي اللي وقع لي. قالوا له حنا ما كنعرفوا حتى شي حاجه، اللي غادي نعملو معاك حنا غنشوفو على الناس اللي في المغرب شنو غادي يقولوا. هادوك الناس اللي في المغرب قال لك ما كنعرفو حتى شي حاجه، كتفوه عذبوه سقروا حقوا معاه، شبروا بن مختار علقوه طاحوا عليه بالدق، سقر من هنايا عذب. قلنا يا ما قلنا بن مختار ما عنده ما يقول، كيقول لهم انا كنت كيفاش عملوا لي داولي شكون ما نعرف ما عرفش. وهادو اللي عملوا هاد المنظر اللي كانوا عارفين عندي الفلوس وراه كانوا تابعيني، او ربما جاو ما عارفينش واش شكون هادوك الناس اللي في مالاكا هما يسردوهم ولا ما نعرف. المهم قضيه مخرقه، بن مختار مسكين ما عرف حتى شي حاجه، داولو الفلوس غيبوه ما فاطن شي، ما شاف حتى شكون. ها من هادي خلط عليه ما شافهم شي، وداو لي شي كامل، ولكن هما يا خلي ما سايقينش به، عذبوه فيه ما خلاو ما عملوا له. المهم بقات الامور هيدا كتفينا في واحد الدار، قلنا يا ما قلنا عذب يا ما تعذب والو، ما عندهم يقول لهم، ما عندهم يقول لهم. قال لك يا ودي صافي قتلوه وسيبوه في البحر، هذا هو الحل اللي غادي يعملوا معاه. وسبحان الله العظيم ما تعرف كيفاش عمل لهم وهرب لهم، هرب ومبقى لا خبر لا خبر حتى واحد ما عرفو. مراتو ساقت الخبر بان عندها الخبر بان راجلها اللي وقع له، وعرفوا ان الراجل تختطف، وربما نعرف كيفاش ما بانت لا حتى شي حاجه. رجعت بحال لاين لطنجة، صبرت منها وهبطت بحال لطنجة.
وهادشي هذا في اوائل ديال الثمانينات. وملي وصلت طنجة هي ما عندنا لا دار لا دوار هنايا، عندنا واحد خاها ساكن في واحد الحومه كانت هنايا دابا مبقاتش كيعيطولها بوخشخش، واحد الحي كبير ولكن هي الدور الصافي عند برارك، اكبر حي في طنجة كان ديال برارك ديال الدور الصافي، اولا باللغه اللي كيعرفها الباقي كيقولوا التريان. كان عنده واحد خاها ساكن تما بوخشخش، هي اللي مشات لعندو. المهم ديك خاها عاودتلو اللي كاين كامل. المهم الدنيا هانيه اختو جا مشي خاها مجوج كدا ولادو تا هو مراتو ساكن بوخشخش، ولكن دار كلشي في الزيرو عاود. كيبيع الشراب، كيبيع المعجون، كيبيع البسطيات، كيبيع الكيف، كيبيع الحشيش، كيبيع كلشي. المهم هي ما عندها تا دخله فيه. المهم جبرت خاها تخبى وتستر معاه والحيو يحميها والامور ماشي مشكل. ولكن المشكل فين هو؟ المشكل هو ديك بنا خارق 1970، ولكن ديك الاوائل ديال الثمانينات ديك 81 كان في عمرو ديك 10 سنين ولا 11 عام، ولكن ما كبرش، بقى قصيصر، يعني قصير القامه. انا كنقول هنا قزم. وتحياتي لجميع الاشخاص وجميع الناس اللي هما قصارين ولا طوالين بحال كلشي خلق الله، تحياتي للجميع. المهم بقات الامور هيدا، وعاد ديك العاد كيكبر وبقى قصير ما كيكبرش، يعني بقى قزم. ويما بوبريه عاوتاني ما عندها ما تعمل، خرجت عاوتاني كتخدم هيدا وتخربق في الديور وتعرف الامور، يعني بالتعاون باش ما ترضاش بخاها، لان خاها عاوتاني مضروب كلشي معاها وفي الحبس وفي الزنقه، يعني ما تفرحلوش يكون مره وفاهم. ولكن ما العيل كيكبر وباباه مشى الاخبار الاكبر، المافيا كتقلب عليه، لا المافيا اللي في المغرب ولا المافيا اللي في اسبانيا ولا في اوروبا كيقلبوا عليه، وفين هو ما نعرف. بقات الامور هيدا. المراه بقات صافي خدامه على بنا فين ما كان، مره تخدم في الحمام، مره تخدم تبيع الخضره، مره مع الناس. المهم كتخربق هيدا. وخاها عاوتاني في نفس المنظر عاوتاني، او كيبيع داك الشيء، او ربما او في الحبس او خرج، الامور دائما. ولكن العا كيكبر بقى مع حبيبو، يعني بقى كيعمر مع حبيبو، وحبيبو كيسخرو، باش يجيب هادي، باش يجيب قرعه الشراب، باش يتسخر لي يجيب لي الخمار، باش يبيع هذا عطيني هذيك ربطه ديك كيف، عرفتي ديك الطريفه رد عليها، انت كتعرف كيسخرو. والدنيا هانيه بوبري كبر تما، ما كاين لا قرايه ولا حتى شي حاجه. والعائل خالق كان خالق في اسبانيا، وما بقات الامور هيدا. المهم بقى مقابل حبيبو كيتسخر كيدبر بحبيبو، ولكن حبيبو كيتهلا فيه بصح كيتهلا فيه. حتى يجي واحد الوقت اللي هو في 94 اللي يماه تموت، توفى يماه. ملي عاد توفى يماه غيبقى بحال نقولوا لا اب لا ام، لان باباه في اوروبا وغاب ما عرفوا حال فين هو، واش بالروح ولا ماشي بالروح، العلم لله، دابا نوصلوا له. المهم هو بقى مع حبيبو، وكاين شي ولاد حبيبو الدنيا هانيه، ولكنما كيتسخن حبيبو، كيقابل حبيبو كيدبر عليه، كيكساه، كيوكلو، كيشربو. هو بيدو عاوتاني عاطيه تا هو خايده، كيضرب تا هو الجوينطات، كيتعمل البسطيات، كيشرب الروينه والتبله والشراب، التبله والشراب. حبيبو كان بني تا هو بالطاسه، ومره كيطلع للحفاري، ما كيخلي البيران بيكنيك او في كوسبيل او في كوتويه بالاس او في امور يعني. وكان يطلع مع هاد ولد اختو، كيطلعوا معاه وكيدخلوا معنا الحفاري، وتا هو كيشرب الروينه وهادي. وهاد الشخص هذا اللي هو اللي هو ولد اختو، اللي هاد قصير القامه، يعني عمل معرفه مع بزاف ديال الاشخاص اللي كيعرفوا حبيبو بيران تما الحفاري كدا. هادي معاه تعرف بلي كيكون مثلا قسام كيكون مقبول، كلشي عنده عزيز كيتعاملوا معاه ويخلصوا عليه وكيكحكحوا ويضحكوا الامور. ومع كاين بنادم تما كان مدبر، وكان بعد منهم كانوا كاع كيخدموا مع البزنازه ديك الايام ديال الاوائل ديال، كنقول لكم ديال التسعينات، ديك 95 قبل الحمله الثانيه ديال 96، يعني مور ما ماتت ما بين 94 و 96. اسبق هذيك الحمله 96 ما جاتش. كنت ايام كانت مزوهره، يعني الدراري اللي خادم مع البزنازه كانت مزوهره. انا كنت كنريح ديك الساعه في قهوه كافي النهضه هنا بولي في شارع مكسيك، وكانوا كيجيو تما بزاف ديال الدراري اللي هما كيخدموا مع البزنازه، اللي كيخدم مع الديبه، اللي مع الدرقاوي كدا. واحد النشاط كيحكيو الدراري كتعرف سخيه ومنظر، وبنادم كان كيلبس وما كاينش هاد المنظر. واخا كتلقى راه كاينه، ولكن كتبقى ما دخلتش على العطم. باقي بنادم كيلبس مزيان، وباقي كيكحكاح، وباقي بنادم كيقصر والروينه. المهم هاد الشخص هذا اللي هو سميتو حميد، هاد قصير القامه كان سميتو حميد،
كيعيطوا له حامد عبد الحميد، ولا كيعيطوا له حامد ولد ام مختار، حميد ولد ام مختار. المهم هاد حميد هذا كان مقبول، كلشي عنده عزيز، كيتعاملوا معاه وكيتهلاو فيه وتكحكي. كما كتعرف الانسان كيكون مثلا قاسي، تلقى مع اي واحد كيكون عنده يعني تجلسوا معاه وتكحكح معاه وتهلا فيه، هو عاوتاني مقبول وكيكحكح وكيعاود. والمهم الدنيا هانيه، وعاد كيعرفوا حبيبو هادي والدنيا هانيه. ساعة تجيبها ب 1999، دابا مور الحملة، كاز الحملة وهادي والأمور مع حبيبو الأمور، ولكن 1999 كان حبيبو طلعني الحبس. وعاد داك بوخاشخاط بدا كيطيحوهم، بدا كيزولو بنادم تما، مبقاش صافي الايام الاخرين ديال بوخاشخاط ديك 1899 و 99 حتى 2000 صافي بوخاشخاط مبقاش. وبقات الامور هايده، وحبيبو طلع للحبس، مرات حبيبو ما عندها ما تعمل له، يعني تقابل مع ولادها، هو مبقاش كيمشي للدار كاع، سالا كيعمر عاوتاني بوليفار، وكان كيجي حتى المدينه السوق برا، وكاين المهم بلايا كيدور كدا، وكان معروف هاد الشخص هاد الحامله كلشي كيعرفو، كان عزيز على كلشي. ولكنما بدا كيعمر مع شي دراري اللي هما كيعرفو، كنقول لك كانوا خدام مع بزنازه، ومع ديك 1999 و 2000 ما كاين لا بزنازه لا والو، كانوا بزنازه جداد يظهروا، يعني مابقاش يديو، بقى الناس مابقاش يديو الضغط والناس اللي كتخدم معاه. ولكن كان واحد الشخص كيطلع مع هاد الحميد هذا من الرميلات، كيطلعوا من الرميلات، وكان كيطلعوا، وكان يخدم، كان ايام ديال يعني كيطلعوا يقول شوف قهوه ديال بستان، وكيطلعوا قهوه السعودي، وكيطلع لنا رميلات دير عن الطوموبيلات الحديد كيطلعوا معاهم، كيجلسوا في الرميلات تمايا وكيكحكحوا وكيشربوا وياكلوا، كتعرف الامور. واحد المره وعاد كانوا كيكسيوها، كيجيبوا الحوايج وكيجيبوا كلشي وكيكحكوا عندهم عزيز وكيطلعوا يقصروا تما. واحد المره كانوا في الرميلات وقصارين بالليل، قاصرين على الطاسه وتكحكا، هو بدو شارب وقصاري وضحكوا اليوم، وعاد داير عند الحديد وكذا، وكيف الاشقاء ويخلوا فين يمشيو. كانوا جالسين في الرميلات كيشربوا، وعندك النهار هذاك واحد الشخص جاب واحد اللبسه، عطاه الحامل قالوا لبس هادي، وجاب واحد اللبسه كامله باللون بيض بيضاء، يعني اللون بيض، سروال بيض، كاسادوره بيضاء، جاكيته بيضاء، واحد الطربوش طويل بيض، المهم كامل بيض. وعاد عمل واحد المناظر وكيلبسوا، هو الدنيا هانيه اللي كيجيو دار الحوايج كيلبس كدا، ولبس مريقال اللي كيقول لك يلبس، الدنيا هانيه، ويكعكاو كيدبروا عليه، كيتهلاو في الدنيا هانيه وكيشرب. المهم بقى مع مقصر عيد ديك جوج ثلاثه د الليل، مع شي واحد صردو يعمر وحرضو مدى الماء من عند النخله، بداو كيعرفوا عند النخله. المهم شبر ديك الردومه، مشاو ديك جات عند النخله ولا عند الداوي تما، ديك الجهه التحتانيه، هو تما مع كامل بيض، ديك الحوايج بيض، ديك الطربوش طويل في راسو هيدا، وديك الديكور شي شكل مناضل بالليل وسكران، وهو تما في ديك الهابطه ديال الشارع اللي كيهوى بحال اللي كتهوى بحال هو يعني، حنا كنقولوا العقبه ديال البستان، يعني عقبه البستان، واخا كان بدا كيزولوها، ولكن ديك الطريق حنا كنقولوا الطريق اللي كتهوى البستان. المهم هاود من تما، وين اللي هو دخل جا عين النخله عمر القردومه خارج، واحد الطوموبيل هواد، وداك الطوموبيل فيه جوج كوار، جوج راجل ومراه نصارى كوار، هاود من الطوموبيل تما، مع هو خرج من ديك الجهه ديال النخله، دابا الدراري كيعرفوا هاد الجهه اللي كنهاود عليها، دابا بنادم كيعرفها، خرج ديك الحاول ديال جهه عين النخله، خرج من الشارع باش يطلع، يلا هو خرج ديك الجهه خرج الشارع وخرج داك الطوموبيل، هما هوادين كيشوفوا داك الشخص بالليل وبوحديتو خارج وكيميل وكامل بياض، وديك اللي ماشي شكل، وديك الطراوش طويل، ديك المنظر، ما تعرف كيفاش خلعوا ودخلوا في شي الشجر تما، ديك الحجر اللي تما ديك الكوديه، ودخلوا في الطوموبيل تما، ودخلوا على الشجره قراو بالخلعه. المهم هو شاف ديك المنظر عاود تخلع، فايت يمشي بحالو، هو مشى كيشوف ديك الطوموبيل، كيشوف هايدا كيشوف، المرا شافتو خوتت تخلعت، هو شاف ديك المرا خوتت هرب مشى بحالو عند الناس ديالو الدراري كدا، امور مخلوع كدا، واش عندك احامي واش عندك، المهم كيهضر ما كيتكلم، بقات الامور هايداك. مع ديك الجهه ديال الرميلات هذه كتكون مرة الدوريه كدور، ديك البوليس كيطلعوا تما، البوليس كيعملوا دوره مرة كيدوروا تمايا. المهم شاف ديك الطوموبيل تما، مشى كيشوفو قاوري وقاوريه تما جوج الناس يعني حاصلين بالطوموبيل، واخا ما وقع لهم والو، ماشي ضربوا ولا شي حاجه، ولكن الطوموبيل خدات تما في الحفاري كدا، ما عندك ما تخرجها. المهم تا جاو البوليس برهم تما، شني كاين ما عرف شنو كدا، قالوا يا ودي واحد الجن خرج علينا
الجنون ما عرفش ني كدا وتخلعنا ودخلنا هنايا. المهم البوليس عيطو كروات جاو جبدوهم كدا. المهم داو الكوميساريه عملوا معاهم محضر لا بد لان خصو يعملوا محضر باش يشوفوا شنو كاين. عملوا معاهم محضر كيف هاد الجن كيفاش عامل هاد الجن. قال واحد الجن كيفاش عامل اختصار وكيفاش طويل عام شي حوايج بويوط وغادي ما عرفش ني. ولكن قاسوا الامور هيداك بهذاك الدوريه اللي ما خلوهم في لابيجي تمايا وطلعوا كيمشي يدور عاوتاني كيسقسي الجهاد الرميلات. كيسقسي هنا سقسي هنا عاد قال لك يا ودي لا كاين فلان هو اللي كان عامل لك اللباس ابيض. شكون هو حامد فين هو ما حامد. فتشوا على حامد فين هو ما كاينش. ملي سقسا واحد الشخص فين هو فين هو. المهم واحد الدار تاعت عليها هو جاد بوستان. قبل ما توصل جاد بوستان تما واحد الدخله تما شي الربع شي ديك الدخل تما كاين السكان شي واحد عندهم شي براكه تما. المهم عندهم شي سكنه تما كيبات مع ديك حميد تما كيقصروا عاود. المهم هو كيرو في مكان. المهم نعتو له ديك الموطع تما يهودو عاوتاني يفتش ما تفتش ما جبروهش. بقات الامور هذيك هودو بحالهم. ملي هودو بحالهم سبحان الله العظيم هما هوادين البوليس هوادين الجهه ديال البوليفار ولادي هما يشوفوه حتى وقفوا عليه بوحديتو. هواد ديك اللي ما سنيت شبرو طلعوا اجي عافيكم شي فرميه كرميلات بداو معاه مسكران كيعاود الدمن لابيجي الدواء. هو هذا الجن هو هذا الجن. قالوا الدراري راه شي جن هذا راه كيفاش وكذا والامور يعني القصه راه كلشي كيعرفها. هما نصر حسابهم الجن خرج عليهم شي جن هو يحمد مسكران مع ديك اللباس اللي عاملين له ودوك الامور تخلعوا وبقات الامور هيداك. المهم ديك القوري يعني سبحان الله العظيم عجبو ديك الديكور ديالو كدا. هادي صار يعني لابد البوليس يعمل المحضر وتكتب لنا جبرنا الطور تما لابد نعرفو شنو كاين. صافي خلي الامور تمشي بالسلام. سناو على الاقوال ديالو صرالنا المحضر ديالو ما كاينش شي حاجه بشكل واحد بحالو. المهم ديك القوري قال ديك المحامي قال له طلع معايا. طلعوا معاه دا معاه الدار تا هما كيسكنوا عاوتاني عندهم شي فيلا في جهه اشقار ولا جهه. المهم ديك الجهه ديال الرميلات ولا الجهه ديال سيدي مصمودي. المهم شي جوايه بحال هيدا عندهم شي فيلا تما عرفتي شي سكنه. وهاد القوري هذا الانجليزي من الانجليزي كالزا. المهم دا مع الدار ديك الفيلا جلسو كدا وديك المنطقه وكيحكوا كيعاودوا الاصدقاء ديالو من عائلتهم شنو وقع وشنو كدا والامور. المهم خلى مع داك حامد معاه في ديك الفيلا. وديك الفيلا ديك القوري هذا الانجليزي كيجيو عندهم بزاف ديال الاصدقاء والعائله كيجلسوا تما اكثر نهار السبت. كيجلسوا كيعملوا السهره وكيتقصروا كيسهروا والشراب. واحد حامي كيدور عليهم الشراب كيكبلوا بالشراب. بداك اللباس نيت بحال ديك اللباس واخا ديك اللباس كيجيبوا له بحالو. مره كيجيبوا له لون حمار مره كيجيبوا له لون كحال مره ماشي من الالوان كيجيبوا له في ديك المنطقه ديك الطروس الطويل وديك السروال ديك الكاساطور ديك التاكيتا وخدام بحال يخدم كيتهلاو فيه وبخير كدا والامور هيديك. حتى واحد مرة اجي واحد القاوري تا هو كيعرف هاد الانجليزي كيقصروا تما وكيسهروا. قال خصو يديه معاه لين عيديه معاه خصو يديه معاه لاوروبا وعيديه معاه لاسبانيا. المهم طلب داك الشخص داك الانجليزي كدا خلي نمشي دي معايا كدا. المهم دا معاه. ولكن هاد الشخص هذا بزنس بارون ديال المخدرات كيبيع شي الكوكايين عيد معاه لاسبانيا باش يخدم به. دابا هي الفكره ديالو باش يخدم به. المهم دا معاه وعيد ببرشلونه. دا ببرشلونه وعاد كان ساكن فواحد هاد الشخص هذا كان ساكن فواحد الحي. وهاد الحي هذا صعيب بزاف كيعيطوه لامينا في برشلونه. وهاد الحي هذا خطير وخطير جدا. المهم هذا مع ذلك هاد الشخص ساكن تماك. وهاد الحي هذا هاد لامينا معمر بجميع الاجناس اللي هما خطيرين من بينهم خنطانوس وحتى المغاربه اللي هما كريمينالز بصح اللي هما خطيرين بزاف. وتابع الجزائريين الجزائريين يعني هاد الحي هذا صعيبه تسكن فيه الا ما كنتش شي كريمينال بصح 100% ما تسكنش فيه. وعاد خصك تكون محمي عندك العصابه وعندك كدا ماشي شي حاجه هيدا شي واحد ساهل لان هاد الحي هذا صعيب بزاف. وبالاخص الخنطان مسيطرين بزاف فيه. هاد الحي لامينا برشلونه كلشي كيعرفوا ان الخنطان مسيطرين فيه بزاف بصح. المهم دا معاه تما. المهم كيخدم به فين كيخدم به كيطلعوا معاه هولندا كيدي معاه بلجيكا. المهم فين ما مشى كيدي معاه وكيشارجي بالكوكايين وكدا والامور وكيدي معاه الحفاري والسكره تا هو عاوتاني والنشاط. وعمل له الشوفير ديالو عنده الطوبه تاع الاخوات بصح. وعمل له الشوفير دا فين ما بغاو الروينه وبخير. حتى واحد مرة
فهاد لامينا غيكون جالسين تما بزاف ديال الاشخاص مع بعضياتهم، ومهم وجالس معاهم واحد الشخص، والشخص كيعيطولو كوخو، كيعيطولو كوخو. المهم لان كيعرج برجلو كيعيطولو كوخو، وهو كريمينال بصح، وكيخافوا منو حتى الخيطان وصوص هاد لامينا، حتى الخيطان كيقدروا معاه حتى شي حاجه كيخافوا منو، وعاد كيتاجر في الهيروين. المهم ملي عاد يحتو وعاد يهضروا وعاد يجلس معاهم هاد الشخص هاد حميد والهضره وهذا، عاجبر هاد الكوخو هو بابا حميد. هذا هو مختار، هذا هو مختار، ومد الاسم ديالو كيعيطولو باغو وملقب كوخو. هو المختار اللي كان هرب وكان عاش هاد لامينا هادي ومع مباشر تما، وبدا كيبيع يشري في الهيروين. هاد الشخص هذا اللي هو باباه حامل هاد المختار هاد كوخو، كيفاش عاد يوقعلو؟ ملي عاد يعرف ابنو عاد يخلي مع ابنو وعاد يعاودلو على يدنا الامور كدا. المهم انا كنختصر كنمشي نطول في العربيه يعني كنختصر، عرفوا بانه ابنو. ولكن دابا هاد كوخو هاد بابا حميد او هاد المختار شنو المهنه ديالو؟ كيما يمشي للهيروين، كيفاش عاد يوقعلو؟ هاد الشخص هذا عنده الاعداء كبار بصح، ولكن هو محمي في هاد الحي ديال لامينا. علاش؟ لان هاد خينطانوس ولا بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال الجزائريين وبعض التوانسه وبعض الطلايين تا هما في هاد لامينا هادي اللي هو كيتحكم فيهم، ومرقص عليهم واحد العصابه كبيره ومتخصصين في تجاره الهيروين في اوروبا. وكيفاش باش يرجع كيبيعوا يشريوا الهيروين ومتسيطر على الهيروين في اوروبا كامله. هاد المختار مع من خدم؟ هاد المختار خدم واحد الشخص من تركيا كيعيطولو علي اوغلو اجاويد. هاد علي اوغلو اجاويد كان كيتاجر في الهيروين في العالم. تجارة الهيروين هو الرئيس ديالها في العالم كامل، لان التركوس هما الوحيدين اللي مسيطرين في تجارة مادة الهيروين، باش ما نكذب عليكم حتى شي واحد. لان المادة ديال الهيروين من كتجي اصلا من افغانستان، ومن افغانستان كتدخل ايران، مسيطر عليها الايرانيين، هما اللي كيتاجروا فيها، هما اللي عندهم العلاقة مع التركوس وخاصة مع علي اوغلو اجاويد. عاد علي اوغلو اجاويد هاد الشخص هذا كيمشي في الكروسه. وعلاش كيمشي في الكروسه؟ لان كنبقى له واحد حاجه السير هو خاه هو اللي كان كبير يعني د المافيا، هو كان رئيس العصابه، هو اللي كان كيتاجر في العالم في الهيروين قبل ما يموت. لان كانوا هربانين مشي عصابه وكانوا تما في تركيا هربانين، وخاه هاد علي اوغلو اجاوي هو اللي كان كيسوق بخاه اللي كان مسمي سمح الله اوغلو. سمح الله اوغلو، هاد سمح الله هو اللي كان الريد بصح، هو اللي كان تسيطر على تجاره الهيروين في العالم. هاد التركو هذا ملي مات ورث خاه، هاد خاه اللي هو علي اوغلو اجاوي، وخا كان مقطع برجلو لان كانوا شي مرات تبعهم شي عصابات والطوموبيلات وقع شي لاكسيدا خانزه، شي لاكسيدا صعيبه بزاف، وكانت تضرب هاد سمح الله. ولكن هاد علي اوغلو كانوا تقطعوا له رجلو في هاد لاكسيدا هادي، ومع ذلك خا بقى معاه وعمل له الشوفير وبقى معاه هو اللي الدريمين ديالو، خا بقى مقعد وهادي وخلاه معاه. وعاد هاد علي اوغلو اجاويد ما كان عنده لا بنو لا حتى شي حاجه، ما كانش يجوز، ماشي مجوج. اما سمح الله اوغلو كانوا عنده ثلاثه ديال الرجال، ثلاثه ديال الابناء رجال وجوج ديال النساء، يعني ثلاثه ديال الذكور وثلاثه ديال وجوج ديال الاناث، وكاملين كانوا داخلين في المافيا، كاملين كانوا في العصابه. وهاد اللي كنقولوا حنا سمح الله هو اللي كان الاغا ولا كيعطيو الاغا. انا عرف نفسر لك واحد الامور باش يعرف بنادم بزاف ديال الامور كيعرفهاش بنادم. نهضروا حنا على الحياه الاجتماعيه ديال المجتمع التركي كيفاش كيعيش. المجتمع التركي او الشعب التركي باكمله، بالحكومه بالنظام بالشعب كلشي كيعيشوا العيشه ديال المافيا ديال العصابات. لا بد عفوا باش تعيش وتكون محمي خصك دائما تكون كتنتمي لشي عصابه شي مافيا، لا بد انت والاسره ديالك. العيشه ديال التركوس عيشه مافياويه، بزاف ديال العصابات، كل عصابه شنو فين كتخصص، ها اللي في السرقه، ها اللي في القتيل، ها اللي في
في تجاره الاثار، اللي في الهيروين، اللي في الكوكايين، اللي في المهم العصابات والسرقه وماني يعني حتى في الدوله كتجمع حتى الناس في بوليس، في الجيش، في السلطات، في الوزاره، ربما حتى الرئاسه، وكاملين لابد كينتميو لشي عصابه. لابد لا بوكش منتمي لشي عصابه غتعيش مكرفص، وغتعيش دائما منهود، ودائما ما عندك حتى شي حاجه تقدر تعمل شي حاجه. الا لا انتميت لشي عصابه غتكون محمي. دابا الشعب ديال تركوس لابد بزز منه كيقلب على شي عصابه وكينتمي ليها، وديك العصابه كيكون عندها شي واحد كيعتبر له الاغا، هو اللي كيعتم يعني الزعيم دائما. وكيكونوا جد خطيرين ومدخلين في السياسه ومدخلين في البرلمان ومدخلين في كلشي، راه صعابين بزاف الحيز ديال التركوس ما كيعرفوا حتى شي حاجه، وكاملين عايشين بالاجرام الجريمه. كاملين عايشين بالجريمه، ما كيدير لكم حتى شي حاجه. التركوس عايشين بالجريمه، وخاصة تجارة المخدرات. والمخدر اللي مسيطرين عليه بصح هو الهيروين. ما كاينش اللي كيتاجر في العالم ومتسيطر على تجارة الهيروين الدولية هما التركوس. وهذا سمح الله كان هو اللي متسيطر في العالم، كيصدر الهيروين للعالم، اوروبا، الامريكا، اسيا، فين ما كان كيصدر مكلف بها الشخص هذا. هو اللي عنده العلاقة مع العصابة ديال الايرانيين، وهاد العصابة الايرانيين كتنتمي للحرس الثوري الايراني، هما اللي متسيطرين على تجارة المخدرات عامة، وخاصة مادة الهيروين، لأنها جات قريبة لإيران وكتدخل من أفغانستان. من أفغانستان من إيران، إيران كتعامل مع التركوس، والتركوس هما اللي كيوزعوها في العالم. وهاد اللي كنقولو حنا سمح الله كنوقع له واحد الحادثة عاوتاني مع شي حرب مع شي عصابات وكنتقتل مات. وشكون اللي رجع الأغا الزاعم موراه؟ هو هاد خاه اللي هو علي أوغلو أجاويد. هاد علي أوغلو أجاويد كان موقع، كان كروسة، كيمشي بالكروسة، ولكن خاه كان موصي ولادو عمكم هو اللي غيكون الزاعم مورايا وانتوما هما اليدين ديالو. وكان دائما كيمشيو مع ثلاثة د الرجال، يعني ولاد خاه دائما معاه في الطوموبيل، دائما معاه واحد كيسوق، واحد في القدام، وهو كيجلس اللور، هو واحد منهم يعني بديك الثالث، يعني بحال كارت كوريس ديالو. هما اللي كيمشيو معاه فين ما كان، هو اللي كيصدر الهيروين للعالم، ومتسيطر على اوروبا، ومتسيطر على المهم جميع الدول العالم اللي كتعامل بمادة الهيروين هو اللي متسيطر عليها. وكان عنده واحد الشخص مقيم في ايطاليا، هذاك هو اللي كيسرب له الكميه ديال الهيروين من ايطاليا، وكيقوم بالتوزيع ديالها في اوروبا، كيديو منا هولندا وكيديو منا بلجيكا واسبانيا، والمهم هما اللي كيقوموا بالتوزيع ديالها في اوروبا. هذا الشخص هذا اللي هو مقيم في ايطاليا. وهذا الشخص هذا كيعيطولو عمر، مسميه عمر، هذا هي الاسم ديالو، حنا نقولو حتى شي حاجه ما نزيدو من عندنا، مسميه عمر. هو تركو ومقيم في ايطاليا، هو اللي كيتجاه الكونتينير معمر بالهيروين بالاطنان، وكيتكلف به هو، وكيقيم التوزيع ديالو في اوروبا، اللي عادي يمشي لهولندا، واللي عادي يمشي لالمانيا، واللي عادي يمشي. المهم هذه هي الخدمه ديالو دائما. وكاين الناس اللي مكلفين في امريكا الجنوبيه، وكاين اللي مكلفين في دول اخرين اللي كتسرطوا مع الكونتينيرات والاطنان وداكشي هما ماشي. المهم باش عرفوا اوروبا الماده ديال الهيروين اللي مسيطرين عليها وكيتاجروا فيها وما كاينش اللي يقد عليهم هما التركوس. حنا نقولوا المغاربه ديالنا عاوتاني نقولوا المافيا اللي موجوده في هولندا او في بلجيكا ولا في العالم، يعني هذوك التخصص ديالهم الاكثريه الكوكايين اللي كتجي من كولومبيا امريكا الجنوبيه. وجنوب اسبانيا ديك كوستا دي السول معروفين على البزنازه ديالنا اللي مكلفين بالحشيش وكذا والهش، نتوما عارفين الامور. اما الهيروين اللي كيتحكموا فيها هما التركوس. هذا المشكل كيفاش غادي يوقع مع هذا اللي كيقعد عمر اللي موقف في ايطاليا؟ هذا عمر اللي موقف في ايطاليا شنو غادي يوقع؟ عنده واحد جوج تركوس اخرين اللي هما كيعمروا في هولندا، اللي كيسرب لهم الكميه الكوكايين اللي كتجي من ايطاليا، كيسردوا واحد الكميه لهولندا، ما كيقوموا بالتوزيع ديالها بين المانيا وبين الدول اللي هما بجوار المانيا. غتجي واحد المره كيفاش غادي يوقع؟ هاد علي اوغلو غيسرد واحد الكميه ديال الكوكايين ديريكت من
أنفيرس اللي بلجيكا، وواحد المقدار كبير متعرف شحال من طن كبير أطنان. المهم هذاك عمر في إيطاليا كيتسنى الوقت ديالو تجي السخرة ما جاتشي. ملي بحث وسول قالك يا ودي راه صردنا دوك جوج د الناس اللي مقيمين في هولندا، فلان وفلان تما تركوس، وصردالو الميناء ديال أنفيرس. هاد عمر بقى تفاه كيفاش ما سرديش، لأنه هو المسؤول الكبير يعني في الهيروين ديال أوروبا. كيفاش هاد المرة هادي هاد علي أوغلو ما سردلوش وسرد هاد الشخص هاد الناس هادو. بقات الأمور هيداك حتى واحد المرة عاد بقى عساس واحد المرة عاد جا حكام ديالنا عاوتاني نص الميناء أنفيرس اللي ما جا فيها تما واحد الكونتينر معمر بالهيروين. هنا عرف هاد عمر بأن شي حاجة ماشي هي هاداك، وبحال هاد علي أوغلو باغي يشرطو، يعني شي حاجة باغي يبعدو ولا ما عرف شي حاجة شني، المهم شي حاجة بيناتهم غادي يشرطو. شنو غادي يعمل؟ غادي يمشي عند السلطة البلجيكية وغادي يقول له دا كونتينر فلان فلاني وغايجي موطع فلان فلاني راه فيه المخدرات وخاصة المادة ديال الهيروين، وداكشي اللي كاين كانت كمية كبيرة. عسو عليها، المهم بحثوا وجبروا داكشي صحيح، وجبروا داك الكونتينر في الهيروين، وجبروا بسبب داكشي جبروا بزاف ديال الكونتينرات اخرين فيهم الكوكايين وفيهم بزاف ديال الامور هادو حتى الناس اخرين. المهم هادشي اللي وقع. المهم هادوك جوج د الناس اللي هما التركوس اللي موقعين في هولندا وبلجيكا مكلفين داكشي هذاك عاقوا، لان بيحسوا ان داك عمر اللي موقع في ايطاليا هو اللي قام بالتشكيم والتبركيك، هو اللي عمل هاد المهمه هادي. شنو غادي يعملوا؟ غادي يعيطوا لديك الناس اللي هما المسؤولين ديالهم في تركيا اللي هو علي اوغلو، يقولوا بان عمر راه اللي عمل لان ملي وقفتو كتسردوا له شي الكميه اللي هو مسؤول بها، دابا هو اللي مشى كوانا وشكم واللي عمل. سردوا له العصابه باش يقتلوه، ولكن هو اش غادي يعمل؟ غادي يقتل ديك الناس اللي هما صحابهم ديك التركوس اللي مقيمين في هولندا وبلجيكا. هو غادي يقتل من عنده واحد العصابه، حتى هو مقيم في ايطاليا، عنده عصابه كبيره ومداخله فيها كامورا وتيغراندي بزاف ديال العصابات. علاش؟ لانه كيتعامل مع العصابات هادو مع المافيا ديال ايطاليا، هما اللي كيعطيهم الكميه ديال الهيروين، يعني كيتعاملوا مع بعضياتهم عاد كيوصل اوروبا، كيوصل الدول الاخرين بحال هولندا وبلجيكا واسبانيا. المهم قتل ديك الناس هادوك وعاد هاودو لتركيا وكيطلب التبرئه ديالو بانه هو بريء، ما عنده حتى شي ما شي حاجه، ما شكم ما برقق ما حتى شي حاجه، هذا غير فلان وفلان هما اللي عقاو بديك الكذبه، هما اللي خربوا القرايه معاكم على عمر، هما اللي كذبوا عليا، هما اللي عملوا، هما اللي فعلوا. وعاد عندهم الحساب مع شي عصابات يا خلي تما في بلجيكا ولا في هولندا، هما اللي قاوموا بتصفيه الحسابات معاهم وقتلوهم. انا بريء ما عندي كدا ولا كذبتوني سولوا كدا ما عرف شنو. المهم قالوا له صافي، وما عارفين شنو كاين، ولكن بغا يكرهوا قالوا له صافي الدنيا هانيه، رجع بحال من ايطاليا وحنا غنصردوا لك السخره وغنعملوا وغنفعلوا كدا هادي. ولكن هما العصابه ديال التركو ديال عادي يقولوا عارفين شنو كاين، عارفين ان هذا عمر كريمينال كبير وخطير جدا، لان كيتحكم عنده العلاقه مع بزاف ديال المافيا في ايطاليا. غناخذوا بحال كامورا بحال وعنده بزاف بحال ريكودو تشيلي بحال يعني مقالجه، يعني هو متخصص في الهيروين، كيفرقها في هولندا وكيفرقها في يعني في ايرلندا في الانجليز جميع الدول، هو اللي كيمكلف بها، يعني كيعرف بزاف ديال المافيات اللي هما خطيرين، وهو خطير جدا وكيعرفوا انه خطير. ولكن عارف انه هو اللي قتل دوك الجوج اخرين التركوس اللي كانوا في هولندا اللي مكلفين ديك اللي كتجي اونفيرس، وعارفين شنو كاين، ولكن ما يقدروش يعملوا معاه شي حاجه، كيخصهم يعملوا شي حيله معاه. كرماوا قالوا صافي بحال ايطاليا والسلعه هي عاد تجيك. بقات الامور هيداك. شنو غادي يوقع؟ السلعه ديال الهيروين ما يبقاوش يسردوها من ايطاليا لعمر، ما يسردوهاش لانفيرس لان ديك الجوج كيتقتلوا، وعارفين شنو كاين تما. ما تعرف كيفاش عايش عارفوا مع واحد الشخص اللي هو مغربي اللي هو مختار لبابات حامد. زعما شوف الامور كيف عامله. عايش عارفوا مع الشخص هذا اللي هو مثلا يعني مافيا كتعامل مع بعضياتها والامور. انا نقول لكم دابا المشكله ما عارفينش كيف دابا هاد الحامي هذا المختار هذا ملي كان هرب مالاكا بديك الفلوس اللي تسرقوا له وبغا يقتلوه يا اخرين غبر، حتى بان في لامينا برشلونه هو الرزاعم ديال العصابه اللي مكلف بالهيروين اللي كتجي من تركيا.
هاد العصابة التركوس كيتعاملوا مع هاد الشخص هذا اللي هو مختار العباه ديال حميد اللي كيقولوا قزام ديال قصير القامة. المهم كيفاش عملوا معاه ترجع مع هاد الناس هادو العلم لله، العلم لله. المهم هو الري، هو الشوار، هو اللي مسيطر عاوتاني، اللي كيسير ديك الهيروين اللي كتجي من تركيا من عند هاد علي اوغلو. المهم بقات الامور هيداك. شنو غادي يوقع؟ هاد عمر اللي في ايطاليا تركو، انا قلت لكم شي واحد ساهل، شي واحد سعيد بصح. حتى هو بحث وسمع وشاف الامور وكيقلب، لان عنده الناس ديالو الامور كيبحث، وعارف ان الاطنان عاوتاني ديال الكونتينيرات ديال الهيروين ما كيجيوش من ايطاليا وما كيجيو من هولندا، راه كيجيو من اسبانيا، كيجيو من اسبانيا. وشكون اللي مكلف بها؟ واحد المغربي كيفاش سميو. المهم غادي يجي هاد فتش هاد المغربي ويقولوا انه كيسكن في لامينا، يعني في الحي لامينا في برشلونه، وعيجي هو مع واحد العصابه ديالو، عيجيو هنا يدخلوا مثلا، وعيبغيو يدخلوا صحاحي زعما نحليو خطيرين وكذا وهادي. ولكن هاد الحي هذا لامينا خطير جدا، وهاد الحي هذا كامل، هاد الشحال كامل كيعطي الولاء لهاد حميد هذا، لهاد بابا حميد، يعني هذا المختار. علاش؟ لان النص كبير في هاد الحي لامينا كيتعامل مع المختار، وكيتاجروا في الماده ديال الهيروين، وكيتاجروا فيها في العالم، يعني في العالم ديال اوروبا نقولوا جميع الدول الاوروبيه. يعني هاد الكميه كامله كتجي في برشلونه، برشلونه كيتحاكموا فيها من داخل لامينا، وكتصدر جميع الدول الاوروبيه. واللي متحكمين فيها هي واحد العصابه كبيره بصح في هاد لامينا، اللي فيها خنطانوس، فيها اسبانيول، وفيها الجزائريين، وفيها بزاف ديال الاجناس، وفيها حتى الطلاين، وعلى راسهم هو هذا المختار، هذا المغربي هذا. هذا هو الريسبونسابل هادو كاملين. يعني هاد عمر هذا ما جيب هاد الناس هادو مع العصابه زعما دخلوا زعما قويين، حساولهم بحال المنظر اللي غادي يعملوها في ايطاليا، ولا تتعامل مع كامورا، ولا هو غلط. ملي دخل تمايا كيشوف غير القرطاس خارج من الطيقان، من السطيحان، من البيبان، ما عرفوش شنو كاين، غير الطرطق، هي القسيم. وعنده الزهر ماتوا اللي معاه كاملين، اللي بقى هي واحد عمر هذا هرب ولكن مضروب. وسبحان الله العظيم اللي معاه كاين ما تعرفش قال لك 12 واحد اللي كانوا معاه، وعاد كانوا مسلحين وداخل زعما صحاحين كيفتشوا زعما الامور ديال المافيا، وتقتلوا كاملين. اللي فلس هو هذا عمر، هذا عمر فلس هرب، وهو كان مجرم. المهم هرب وعارف ان هادو عاد يفتشوا عليه. وعاد كاين تينا كنقول دابا هاد الناس ملامينه تما بعد اللي مدخلين مع العصابه ديال المختار وهادي تما الطلايين اللي كيعرفوا هاد عمر هذا، ومشى كيفتشوا عليه في ايطاليا، وكيفتشوا عليه في اليونان، كيفتشوا عليه في بلغاريا، وين كيقلبوا عليه. هو شنو غادي يمشي؟ هو غادي يهود من تركيا. علاش غادي يهود من تركيا؟ غادي يهود من تركيا وغادي يقلب على علي اوغلو باش يقتلوه. وبقى ماشي كيفتش حتى جبر الطوموبيل علي اوغلو، وشاف الطوموبيله ماشي راكبين فيها، وتسمى عاد شبر واحد القنبله وعاد يسيبها في ديك الطوموبيل وعاد يفرقعها. هو حسب له علي اوغلو راكب تما، وهما كانوا جالسين تما جوج الناس اللي كان جالس تما، هو اللي ولادو او ولاد خاد علي اوغلو. اما الثالث وعلي اوغلو ما كانوش في الطوموبيل، قتلوا جوج ديال خوت. هو عاد طلق اشاعه بان قتل علي، وصلوا قتل علي اوغلو، كان في كرناطه ولا قنبله سيبه في تركيا وهرب. وطلق اشاعه ان زعما رجال اغا وما عرف شنو، وما حسبوش علي اوغلو باقي ما تقتلش، باقي ما تقتلش. المهم عاد بقى تما يبغي يطلق اشاره ان قتل علي اوغلو، غيسوقوا الخبار يقول علي اوغلو راه باقي بالروح، عاد يعرف ان ما قتلش علي اوغلو، عاد يهرب. لين عاد يهرب عاوتاني، عاد يهرب من ايران. ملي عاد يهرب من ايران شكون اللي غيشبرو الحرس الثوري، واحد الشخص كيعيطوا له حكيمي ولا المهم شي حاجه بحال هكذا، هو اللي غيشبرو. ملي غيشبرو غيسلمو من علي اوغلو. علي اوغلو غادي يقطعوا طريفات وغادي يعطيه التماسيح ياكلوه. شوف الامور كيفاش عامله. المهم هاد علي اوغلو شنو غادي يعمل؟ ملي غادي يشوف عمر تيقتلوه وعمل هاد المنظر بحال هكذا، غادي يقطع على ديك المغربي هاد المختار، ما يبقاش يسرد الهيروين هاد الناس هادو، غيفتش على شي ناس اخرين في اليونان، واحد الشخص اخر في اليونان، وحتى هو تركو، وغادي يحكم من عصابه اخرى، عصابه ناس اخرين عند هولندا، وغادي يسرد يعني الناس ديال التركوز ديالهم التركيين فقط. كل واحد واقف في المانيا، ولا في اسبانيا، ولا في كذا،
وهذاك اللي في اليونان هو اللي عاد كيسرد لهم يوزع لهم. عرفتي اليونان عاد تفرق في اوروبا. هذا مختار والناس اللي كانوا معاه عاوتاني داخل المينا ما عجبهمش الحال. شنو غادي يعملوا عاوتاني؟ يعلنوا الحرب على جميع التركوس اللي موجودين في اوروبا. فيما كان شي تركو في المانيا، في هولندا، في بلجيكا، فيما كيقتل، ودخلوا في حرب بصح، في العصابات بصح. ديك 2006 و2007 كان الحرب بصح، و2008 الحروبات بصح. وفي نفس الوقت كانت اوروبا كتعاني بالتقشف 2008 كانت اسبانيا كتعاني بالتقشف، واليونان كاملين كانوا ضعافين ديك الوقت. هذا كان واقع واحد المشكل وعندهم التقشف، والعصابات كيقتلوا ببعضياتهم. القتيل بصح كيقتلني نقتلك. المهم عاد يتقتل هنا هذا المختار، تا هو عاد يتقتل هذا المختار، وعاد قتلوا بزاف منهم عاوتاني. يعني يدخلوا في الحروبات وهادي. ومخزن عاوتاني اوروبا عاوتاني عند بيبول ما كان يشبر جميع الدول الاوروبيه كيشبروا في ماي، لان الحرب كانت يعني في اوروبا كامله. يعني هما العصابه اللي كانوا في لامينا خطيرين بزاف، وخاصة خيطانوس وبعض الطلايين والجزائريين والمغاربه. المهم واحد العصابه كبيره، وعملوا واحد الحرب بصح شامله على التركوس. كانوا طعنوا تاع شحال من تركي يقتلوا، قتيل بصح. وحتى هذاك علي اوغلو عاد يقتلوه، تا هو عاد يهودو تركي وعاد يقتلوه. ولكن هذا المختار عيتقتل. وفين عيتقتل في واحد المدينه يعني قدام، يعني في الحدود بين فرنسا وبلجيكا كيعيطوا لها ليل. تما عيتقتل هذا الحميد هذا المختار. المهم بزاف ديال الناس كانوا تما في الحروبات ديالو كتقتلوا. وحيبقى بوبري ديك حميد اللي بنود المختار. وبقاو عاد كتعرف الامور مات بابا كان محمي، ومات بزاف ديال الناس. هو عاوتاني ملي كان طلع من المغرب وطلع من اسبانيا ومشى لديك لامينا، بقى هي تما في ديك لامينا في برشلونه ما عارفينش. المهم وكان تا هو كيتاجر معاه في المخدرات، هو كيخربق وهادي. اش غادي يعمل؟ غادي يهود بحالو مالاكا، لأن هو عارف كان صغير في مالاكا وكيعرف الامور. انا كان في مالاكا وهود المغرب كان يعني في عمر ديك 8 سنين 9 سنين كاع، مش هودو المغرب ولا 10 سنين ولا 11 عام. كان كبير كيعرف. قال انا هود حي مالاكا ومشى لديك الحي اللي كان ساكن فيه بابا ويما في الايام الاولانيه، يعني من اوائل ديال الثمانينات. وهاد الحي كيعيطولو لا بالما. المهم مشى يعني مشى لديك الحي. شنو عيجبر بنادم تما، منهم مغاربه بزاف، كاين كيلعب في الزنقه، بنادم بوبري، بنادم مدمن ادمان مخدرات، واللي كيتشوكي فهمتيني، واللي كينفاح، بنادم يعني مدمنين مخالفين مغاربه بزاف البشر مخالطين تما. شحال هو دابا هذا شو سبحان الله العقليه عنده. دابا الشخص هذا شو العقليه عنده؟ غيبقى يخمم وغيشوف ويقول ما هو راه كبيبار. يعني دابا كنقولوا حنا وصلنا لديك 2009 ويعني 2008 2009 كان كبيبار تقريبا علينا 40 عام في العمر ديالو، وخلق في 70 كبر بنادم تما. وعاد يعرف اكثر تما بنادم تما كتعطي الهيروين اكثر، هي الهيروين بنادم اللي كيبومبي كيتشوكي ولا كيقلي. المهم بوفا ولا كيقولوا كراك. المهم بنادم ديال الادمان ديال المخدرات مشي في الزنقه، وبنادم مصاح ودبان ومشى واحد الحاله ومشى تما هو منعس في الزنقه وكيشوف الامور. وهادشي هادي وقع. اخو دابا هاد الناس هادو اللي كيتاجروا في هاد المخدرات في الاطر، وشاب بابا وشاب بنادم بدا كيتاجروا في المخدرات. يعني مما كيتاجروا في المخدرات ديك المخدرات كامل اللي كتجيب الاطن، شكون هو المستهلك ديالها؟ هما هاد الناس اللي مسيدين في الزنقه مدمنين. قال علاش هاد المنظر هذا؟ شنو غادي يعمل؟ غادي يعني الحرب على الناس اللي كيبيعوا المخدرات. دابا بوحديتو ما هو مدبر عندهم ماشي زعما منظم وكذا، ولكنما غادي يبقى يفتش على بنادم اللي كيبيع المخدرات وغيبقى يقتلهم. عنده فردي وكيقتل. خلينا بنادم بالحواب بويبلوط كيبيع شي حاجه، كيبيع الهيروين وكيبيع الكوكايين وخايط جرامات كذا كيقتلهم. كيقول هادو هما السبب اللي قتلوا ديك الناس المدمنين. لان مشى مالاكا بقى مشلوط في الحي اللي خلق فيه وتربى فيه. جبرو تبدل تبارك كلشي ناعس في الزنقه تما، ولا كيهبل مسيبين بنادم. يعني سبحان الله العظيم. بس على الادمان خطير وخطير بزاف. ما كاينش شي حاجه اللي هي خطيره قد الادمان ديال المخدرات، وخاصه المخدرات الصلبه. صافي كترجع عبد ديالك، ما كتسيب ذاتينا والزباله بحال حاجه يقولوا الجانكي. يعني الجانك هو الزبل، يعني ملصق صافي الزبل، ما كاين حتى شي حاجه. هذا هو السبب. ولكن شكون السبب؟ هاد التجار ديال المخدرات اللي هما كيقوموا بتصفيه الحسابات والحروبات مع بعضياتهم
على شكون اللي يتكلف كميه كبيره ديال الكوكايين او الهيروين او المخدر اللي هو عامه باش يبيع ويشري فيه ويتحكم فيه ويملك الاموال طائله على الدار. ديك البنادم اللي كينعس في الزنقه مسيب مهبج ما عنده حتى حاجه بحياته الا خصو يدبر باش يشري ديك التريتما وباش يزول الامور اللي فيه. اذا شكون اللي كيستافد من هذا العالم ديال المخدرات؟ التجار. التجار ما كيستافدوا، ولكن ماشي كيستافدوا كيقول يا عمي تقول زعما راه في الاستفاده، هي كيستافد اموال طائله ولكن تفرحلوش. يعني النهايه كتكون مظلمه، قتل، الحباسات، الحمق، المهم كيرتاحش في الحياه ديالو. ولكن شكون اللي كيدمر هاد المخدرات؟ هما المدمنين. لان الانسان مشى ادمان المخدرات ضيعتي الحيز ديالك. علاش كنبقاو نعاودو قصه المخدرات؟ باش حنا كنقصدو نتباهاو وعاود كنعطيو شي نظره واعره للناس المخدرات، العصابه ونتفرجوا ونكعكوا. لا، حنا نعرفوا شنو نستافدوا من القصه كامله. القصه كامله نستافدوا منها هو العالم المخدرات ما صالحش. ها انا قلت لكم دابا الناس كبار في العالم ديال الاجرام والعصابه بصح، العصابه بصح. ملي كتسمع العصابه يجيب لك العصابه عاديه عندما اطنان الملايير كتبيع اطنان ديال الكوكايين بالهيروين المخدرات وكيربحوا شكال ديال الفلوس وكيتحاكموا كيعملوا كارتيرات كبارين كيبقاو يتحاكموا قدام والتمتع وبدا توسع والضخامات وتصور شي حاجه في العقليه ديالك اللي كيعيشوها. ولكن في نفس الوقت كيدمروا نفسيا، وعاد دائما وسوس، ديما خوفا، ديما معذب. وعاد داكشي بصح ماشي موسوس على خدام موسوس بصح، عاد جا في اي لحظه يصفيوه يقتلوه او يتشبر بشي مؤبد في الحباسات او لا. المهم كيعيش يعني ما كيفكوا لا ديك الفلوس ولا ديك المخدرات ولا ديك العصابه ولا ديك الكارت ولا حتى شي حاجه. ولكن الضحيه الاساسي بصح هو المدمن، هو المدمن. ولكن شكون السبب ديال المدمن؟ هما الناس اللي كتصرف في المخدرات في العالم. لان هي المافيا اللي عاد تجمع كلشي، عاد تجمع مافيا دوليه عالميه وحده. العنصر يعني العنصر ديال الحاجه المنبع من تما كيخرج داكشي وكينتشر في العالم. هذه هو الامور. يعني دابا كتبقى تصور الناس هادو اليوم في العالم، السلطات ديال العالم يتسحلوا يحاربوا هاد الناس هادو في دقه واحده. يعني دقه واحده يبدو شي من المنبع ديالو. ولكن لا، هما خصهم يخليو هاد الشهاده لانهم بدهم كيستافدوا من هاد الشهاده. علاش؟ حتى هما كيدخلوا الاموال من الشهاده، حتى هما كياخذوا من الشهاده، حتى هما كيعملوا الزبونيه والمحسوبيه انت كتعرف العالميه هذه. يعني السياسه تستخدم، كيعتبروا السياسه تستخدم، كيقول لك هو من المستفيد من السياسه تستخدم؟ كيقول لك اليمين المتطرف. وشكون هو اليمين المتطرف؟ الذين يقاتلون ويحاربون من اجل الكرسي. خصو الكرسي باي طريقه. يتعامل حتى مع الشيطان ويتعامل مع كلشي، وخاصه مع الاباطيل المخدرات باش ينجح في البرلمان وينجح حتى هو يرجع صابا شي كرسي. والامور عليه كتجيهم هما كيخلوا المخدرات وكيساهموا في الشهاده وكيكون صور الضحيه هو ديك الانسان الضعيف اللي كيكون مدمن. وخا يكون حتى هو عنده منيات وغني وخدام بخير ومضخم على راسو، اخر النهايه ملي كيدخل في العالم ديال الادمان كيمشي له كلشي. كانت عنده العماره باعه نفحه، كانت عنده الطياره باعه نفحه، كان عنده الطوموبيل مشات هو شاكو في الابره، مشى هادي شرا بوفا، شرا الهيروين، شرا هادي، مشى كلشي كيمشي كلشي. والله لا بقات لك شي حاجه. العالم بالادمان وخاصه المخدرات الصرف يعني الكوكايين الهيروين ما كيبقى لك حتى شي حاجه. والله يكون عندك ليكر والله لا بقى، ما يبقاش مره. حنا شفنا الناس في الاوائل ديال التسعينات يلا كيبان الكوكايين في الاول باقي ما شاعتش بزاف، وكان عندهم الفلوس دخلوا طوبي على التنافع. قولوا البازي، البازي اللي كيقولوا مع البوفا كيقولوا البازي. وكانت كوكايين بصح، وكانت كتبان ديك الايام 1000 درهم الجرام، 800 درهم الجرام، كيجيوها كيعدلوها وكينفحوها ولا كيكميوها في الرضومه، رضومه سيدي حرازم كبيره. يعني كنعرف بنادم كانوا عندهم اموال طائله والله ما بقى عندهم شي درهم، مشى كلشي. علاش؟ لان هاد البازي اولا البوفا يعني الا جلستي وعندك الفلوس ما كتنوضش. والله لا نوضتي من المطعم انت كتعدل في الرضايم، مازال ما كتنفع كتسطر. تسطر السطر الاولاني وربما ملي شتيتو عاد السطر الثاني 3 4 5 سطور تقول بارك يعني تقدر تزيد وتبقى يومين 3 ايام كاع ما تنفع ماشي مشكل تقدر تصبر. اما ملي تقول من بازي والله لا وقفتي هاتينا جالس واكثر من عندك الفلوس والله لا نوضتي من المطعم. تتنوض خاطي ما عندك تدري عاد تنوض كتجلس رضومه تبع رضومه والبلاطو يتسخروا لك. مشى فلان جيب هادي، مشى فلان جيب هادي، وتينا اجي يمك يجبد هاك يجبد هاك صافي. لا نوضتي راه ما عندك درهم. هذا هو. لان البوفا
اولا باز، حنا كنقولوا باز، دابا كيقولوا بوفا، دابا كنهضروا دابا على بوفا، عاد تشاعز ولا ملي كيغوت على البوفا وكذا، والاشاعات والروينه والحرب وهذه، وهضرنا عليها وبيناها. هي كتمثل لي كرك في اوروبا وامريكا الجنوبيه، وفي امريكا كنعيطوا لك كرك وهلكت عباد الله ليك. ندخل المغرب دخلت بازي ولكن من هذه الهليل، عاد دابا انتشرت وسماها بوفا. ولكن المشكل الكبير هي البوفا ما كيعرفوش من المخدر اللي فيها، واش الكوكايين حقيقيه ولا شي ماده كيماويه، واش شي حاجه من لابوراتوار معدله ولا شي حاجه ما تبقاش تعرف. هذا هو المشكل الكبير دابا. المشكل الكبير البوفا هي الماده ماشي الكوكايين. مازال بازي ولا الكرا كانوا كيعملوا على كوكايين، وكما كيعرفوا هي كوكايين، اما هذه ما معروفاش. ما عرفتش شنو هاد الماده اللي كيستعملوا الناس هادو، وكتزيد خطيره وخطيره جدا، خطيره. وكيخص السلطات تقوم بواحد الحمله كبيره بصح، اختار ما تحمل اللي معشا، لان دابا خا حاجه قايمه بالحمله، ولكن داكشي ضعيف. خصها تكون شي حمله كبيره، لان الا بحثتي وبحثتي وبحثتي عتبر الناس اللي داخلين في اللي كيتشاجروا اكثر ديال البوفا شي حاجه غريبه بصح. عتبر شي حاجه اللي هي غريبه. علاش؟ هادشي هذا يعني ما كيتسناش ما تعجب الكوكايين من اوروبا ولا تعجب الكوكايين من كولومبيا، لا، هادشي كيتعدل هنا في المخابرات، عفوا في المختبرات. يعني في المختبر كيتعدل هاد الماده اللي كتكما دابا في البوفا. واحد الماده كيعطيو لها بوفير كتباع في الفارماسيا، وكيجيبوها شي ماء وكيجيبوهم عدل قلب شقلب هادي، وهاك بوفا كيعمل جبده وحده نصره وحده صافي، كان الله باقي الله. هاو صافي تحشاتو بالعقليه ديالو. علاش كتمشيلو في المخ ديال العظام؟ يعني البوفا كتمشي في المخ ديال العظام، المخ ديال العظام كيطلع ديريكت للدماغ، للمخ الكبير، صافي مشى كلشي، عمره لا خرج منه. العذاب الشديد. علاش الانسان كنهضر لكم دابا على الافلام او هاد المسلسلات او هاد الافلام اللي كنعاود انا القصص باش نعيش شي حاجه، كنوضحوا الخطوره ديال الاشياء كيفاش عامله، وفي نفس الوقت كنعاودوا حتى على الناس اللي هما كيتاجروا فيها، لان المجرمين الكبارين هما هادو اللي كيبيعوا الاطنان. هما اللي كيجيبوا الاطنان ديال المخدرات وكيبيعوها بالكيلوات، واللي كيشري الكيلوات كيبيعها ب 100 غرام 50 غرام، واللي كيشري 100 غرام 50 كيبيع 5 غرام و2 غرام، واللي كيشري غرام و2 غرام كيبيعها بورصات وتريتمات وبوفا وروينه وقتين عباد الله وقصير. هذه هو المشكل. انا كنوصي وخاصه كنركز انا بزاف على الجيل الصاعد، المراهقين الشباب اللي عطلين، واياك الطريق اللي في المخدرات تجوز منها، ما تقربش لينا، ما تقولش يمشي طريق فيها شي حاجه ديال المخدرات. كامل هذا كيبيع المخدرات ديك الطريق ما تقولش منها. عندك شي صاحبك كيستعمل المخدرات ما تمشيش معاه، مره يقطع معاه في الحين. عندك يقول لك هاك جار يقيس، لا ما كاين حتى شي حاجه، غير غنمشيو نقصروا اليوم مع العائله، نضحكوا كحكوا هاد النهار جايز دنياني وعندنا شكون شافنا شكون عرفنا زعما ندور شنو، صافي هز كلمه فقط. مشيتي هذيك اللحظه كان صافي. ولهذا الطريق المخدرات اخوتي بعدوا منا، اللي يبغي يقتل راسو وينتحر يستعمل المخدرات فقط، ما يكذب عليك حتى شي واحد. ولكن الانسان الحمد لله الانسان راه واعي، واليوم ما بقاش داكشي بحال اللي كان قبل، داكشي مغبوق ما شحال معروفه، كلشي معروف دابا الحمد لله. تعرف ها المواقع كيشرح لك الواقع، كلشي في المواقع وكتشوف بعينك وكتعرف كلشي، وها الواقع فين هو، وكلشي مزيان والامور مزيانه. والحمد لله الانسان عنده عقله يستعمل العقليه ديالو، يعرف كلشي، يمشي في الضوء ما يمشيش يفسلس. هادشي اللي كنوضح خوتي ومطولش عليكم. القصه ديالنا هي هادي. وداك الشخص البوبري اللي هو قصير القامه اللي هو التشابو مارويكو اللي هو حميد قازم بوبري، هذاك بقى في اوروبا ما عرف واحد فين هو، سواء بحال اللي وقع دابا في الايام الاولانيه كان معروف فين هو، حتى هو بقى هيداك عاوتاني ما عرف واحد فين هو. كتبر واحد البيستوله وكيقال فين ما كيجبر شي واحد شي بويبلو كيبيع شي بابيلا او كيبيع شي هيروين او كيبيع الكوكايين كيقتلو واخا قاسي القامه وقاسي داك ما عرف حد فين هو، واش قتلوه واش خبروه واش طاش ما نعرف حتى واحد ما عرفو. اما ديك الشخص اللي هو في تركيا مشات واحد المافيا عاوتاني من اوروبا وكتقتلاتو عاوتاني في وسط تركيا. ولكن ظهروا ناس اخرين تركوس اخرين عاوتاني اللي هما زيادوا جد خطيرين الى يومنا هذا، الى هاد الساعه اللي كنهضر فيها هنا كيتاجروا في المخدرات في التجاره الدوليه في اوروبا امريكا في جميع دول العالم اللي هما التركوس. وانا وضحت لكم الامور اخوتي ما نطولش عليكم، وخلوا شي حاجه مره اخرى دهن السير يسير ويفك الله.